لو عايز تعمل تسويق صح استخدم الذكاء الاصطناعي. استنى بس، هو انت مفكر الذكاء الاصطناعي ده ايه؟ الذكاء الاصطناعي ده أداة من الأدوات اللي انت بتستخدمها علشان تعمل التسويق بتاعك، انما ما يقدرش يعمله لوحده. هو أداة مساعدة ليك، ممكن يساعدك في كتابة بوست، في كتابة محتوى، ان هو يعمل لك سيرش عن معلومة معينة، ولكن الأساس هو انت. صحيح دلوقتي ان الذكاء الاصطناعي تطوره سريع وتطوره فعلا مرعب، ولكن هو لسه ما وصلش للذكاء البشري. هو ما يقدرش يحل محلك. انت لو عايز تستخدمه بشكل كويس جدا 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 دي حاجة ترجع لك انت وشطارتك، ان انت تعرف تستخدمه بالطريقة اللي تسهل عليك كتير. لان الذكاء الاصطناعي مش بيشتغل لوحده، هو بيشتغل بناء على اللي انت بتديهوله. فمثال بسيط، بدل ما تقوله اكتب لي بوست عن المنتج الفلاني، الافضل ان انت تديله داتا اكتر. هتقوله المنتج ده بيتباع لمين، ايه الجمهور المستهدف ليه، ايه الاهتمامات اللي هم بيدوروا عليها. بالتالي المحتوى اللي هيديهولك هيكون افضل كتير جدا جدا. عشان كده خدها قاعدة، كل ما سؤالك للذكاء الاصطناعي كان اذكى، كل ما اجابته عليك كانت افضل. فالفرق للي بيستخدم الذكاء الاصطناعي ازاي، مش الذكاء الاصطناعي نفسه.